السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده ان شاء الله محشي مشكل عباره عن فلفل الوان وكوسه وبتنجان ابيض واسود. المحشي ده طبق رئيسي على سفره رمضان، اما ورق عنب او كرنب او محشي مشكل. هنعمل خلطه تنفع لاي محشي من دول، هتطلع بنتيجه جميله جدا. وتعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا. هنبدا بسم الله. اول حاجه معانا هنا نص كوبايه زيت، هنزل عليها بمكعب زبده وهنسخنهم كويس جدا، واضيف عليهم بصلتين كبار مفرومين ناعم. هنقلب لحد ما البصل يدبل معانا، واحنا عايزين لونه يبقى اصفر فاتح، مش عايزين نغمقه. هنزل عليها بمعلقتين كبار صلصه. الصلصه بتعزز اللون وبتخلي لون التسبيكه حلو. هضيف عليها 8 فصوص ثوم مفرومين ناعم، مكعب مرق الدجاج. هنقلب الخليط ده كويس. وعندي كيلو الا ربع طماطم مفرومه في الخلاط ناعم ومش هصفيه. هنزل بعصير الطماطم على الخليط وهقلب كويس جدا لحد ما تتسبك معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله. هضيف ليها معلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون، رشه فلفل اسود، رشه قرفه، معلقه صغيره سكر. السكر بيعدل الحموضه وبيحوش اي مراره في الخضار. معلقه صغيره ملح. هنقلبهم كويس لحد ما تتسبك معانا وهنسيبها تبرد شويه. وهنجهز الخضار بتاعنا. عندي هنا كيلو بتنجان عروس اسود وابيض متقور كده زي ما انتم شايفينه، مغسول كويس جدا ومنضفينه. نص كيلو كوسه مقورها وعاملاها تعريجات بالشكل ده. نص كيلو فلفل الوان عبارة عن اصفر واحمر واخضر، مفتحينه ومنضفينه كويس اوي من جوه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انا سبت واحدة من الكوسة ما فرغتهاش عشان نعملها مع بعض وتشوفوا انا عملتها ازاي. اول حاجة واحنا بنشتريها بتكون طازة وصغيرة، وبنغسل الخضار كويس جدا ونسيبه ينشف شوية. هنجيب الكوسة ونقورها ونعمل فيها تعريجات بسنان المقور كده زي ما انتوا شايفين. ده بيعطي شكل حلو قوي. هنخلص كل الكمية بتاعتنا واغسلها واسيبها تنشف شوية، ونعمل بالمقوار بالراحة كويس عشان ما تتفتحش مني. نفس الحكاية البتنجان والفلفل بالطريقة دي. هخلص واغسل الخضار كويس واسيبه ينشف، وبواقي التقوير دي انا هنسيبها على جنب، هنحتاجها دلوقتي. وبعد ما التسبيكة بتاعتنا بقت جاهزة هضيف عليها الرز، اللي هو كيلو الا ربع رز مصري مغسول ومتصفي، ما بننقعوش. وبعدين الشبت والكزبرة والبقدونس مفرومين ناعم، وربع كوباية زيت. الزيت بيخلي الرز مفلفل وبيلمع معاكي. وهضيف عليهم معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة شطة صغيرة جدا. ما تزوديش بهارات عشان طعم المحشي يظهر. هنقلبهم كويس عشان يختلطوا ببعض ونظبط الملح بتاعنا. وهنجيب طاجن الفرن وهفرد في ارضيته كمية حلوة من بواقي تقوير الكوسة اللي انا خرجتها من جواها، وعليها عيدان الشبت اللي انا مش هستخدمها. شبت وكزبرة وبقدونس هفردهم كويس جدا. احنا عملنا كده عشان المحشي بتاعنا ما يتحرقش مننا. وهنفردهم ونوزعهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نحشي الخضار بتاعنا. هنجيب البتنجان الاسود وهنحشيه، ندخل حشوة جواه ونزقها بصباعنا كده لجوه البتنجانية زي ما انتوا شايفين، وهنملاها بالشكل ده. بس احنا مش هنخليها تتملي قوي، هنسيب فيها تقريبا من فوق كده 1 سنتي بيكون فاضي عشان المحشي بتاعنا لما يستوي الرز ما يخرجش بره. وما نضغطش عليها قوي عشان الحشوة بتاعتنا ما تبقاش مكتومة وما تستويش منك. وهعمل واحدة كمان بنفس الطريقة كده لحد ما خلصنا كمية البتنجان الاسود كلها، وهنرصها جنب بعضها. بنرصها واقفة بالشكل ده في الصينية عشان الرز ما يخرجش منها. كده نكون انتهينا من كمية البتنجان الاسود. هنبدأ بقى في نحشي الابيض بنفس الطريقة. وهننضف البتنجانية بعد ما نحشيها نمسحها كويس بحيث ان ما يبقاش عليها رز من بره ولا اي حاجة. وبعد ما ننتهي من كمية المحشي البتنجان اللي هو الابيض والاسود هنبدأ في الكوسة. وبعد ما بدأنا في كمية الكوسة هنخلصها كلها بنفس الطريقة لحد ما الكمية اللي معانا تنتهي. بعد كده هنحشي الفلفل. هو بياخد الفلفل مش زيهم، بياخد كمية كبيرة من الرز. هنملاها برضو ونسيب فيها فراغ من فوق فاضي بحيث ان الحباية ما تستوي ما تخرجش مننا بره ويعجن مننا. بعد ما خلصنا وانتهينا من المحشي بتاعنا حشينا كل كمية الخضار. انا كان عندي هنا طماطمايه على جنب كنت مقطعاها قطع صغيرة، هحطها على وش الفلفل هقفله بيها عشان تمنع خروج الرز وهو بيستوي بره، وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو ليه.
وده شكل المحشي بتاعنا بعد ما رصناه في صينية الفرن وخلصناه. عندي هنا كوبايتين شوربة كبار كنت مسخناهم، هضيفهم للمحشي لحد تقريبا كده 2 سنتي، يعني اقل من النص، ما تزوديش عن كده لان المحشي بتاعنا مش محتاج شوربة كتير، هو بيستوي من البخار بتاعه. وهنغطيه بورق زبدة وبعدين ورق فويل، هنغطي كويس جدا تغطية محكمة، لان هو اول ما بيغلي معانا بيطلع البخار بتاعه بيخلي المحشي بتاعنا يستوي. وبعد كده هندخله الفرن يكون مسخنينه قبلها بشوية، هنشغله على درجة حرارة 230 درجة عالية لحد ما يغلي معانا 10 دقايق، وبعدين هنهدي النار عليه ونسيبه يكمل سوا من البخار بتاعه اللي خارج منه وهو متغطي زي ما هو. هياخد تقريبا من 30 ل35 دقيقة او اكتر شوية. احنا بعد 30 دقيقة بنبص عليه كده نشوفه، وده شكله بعد ما استوى معانا. بسم الله ما شاء الله، شايفينه عامل ازاي؟ مستوي حلوة جدا. لو عايزة تحمريه شوية ممكن تشغلي الشواية عليه، بتحمره شوية من فوق. وبالهنا والشفا، تجربوه ان شاء الله، الطريقة دي هتعجبكم جدا. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.